السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كلشي مزيان؟ وقبل ما نبدا هاد لا فيديو نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم لا فيديو ديالي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الروتين اللي خفيف ظريف. المهم كنعتذر بعد على الغياب ديالي. راكم عارفين الظروف ديالي مع المرض والصيف، ما نقدرش انني نصور يعني التصوير والصهد، يعني بزاف عليا ما نقدرش، ولكن الحمد لله. المهم قديت لكم هذا الفيديو هذا، واخا غيجي شويه مزروب. ما بغيتش نطول عليكم، مع انا باقا شويه عيانه وباقا ما كنقدش نهضر بزاف. الحمد لله. المهم الشكوى غير الله ما دلا. المهم انا غير كنشارك معكم اليوميات ديالي، ماشي انني كنتشكى عليكم. لهلا يعطيكم ما يضركم، والله يعطيكم صحيحتكم ويعطيكم ما كتمناو ان شاء الله. كي دايرين البنات؟ كلشي بخير؟ كي دوزتوا هاد العطله؟ كي دوزتوها مع الوليدات؟ هاك متى نتوما وليتو كطلبوا يا ربي متى ترجع القرايه؟ المهم هنا كيف ما كتشوفوا نط اختي، صبحت على الماكينه درتها خدمات، صبنات لي دوك الحويجات ودرت العجينه عجنتها حتى هي وخليتها تلقات مزيان، وعاد كرستها معكم. المهم باش ما يجيكمش الفيديو ديالي طويل وما تملوش وهادي، يعني حتى انا ما قادش بزاف. اللهم نختصر لكم، غير ما بغيتش نغيب عليكم وصافي. هنايا نط درت واحد شويه ديال المطيشه وشويه ديال الفلفله وشويه ديال الثومه، درتهم غير في الاير فراير يعني تتشواو. وبغيت ندير شويه ديال التكتوكه، يعني بغيت نوجد غديوه ساهله ماهله، شي حاجه اللي ما تشد لياش الوقت، لحقاش بغيت نخرج باقي تابعني بزاف ديال الحوايج. خاصني نخرج نتقدى شي حاجه للوليدات اللي يديو معاهم المدرسه، وهذا اللي نبقى نطيب لهم حيت ما عندي والو في الدار. ونزيد عاوتاني نمشي نتقدى لهم شي حويجات ما بقاو ما يلبسوا، والله العظيم ما بقاو ما يلبسوا، كل شيء صغار عليهم. اللي جيت نحط على يدي كنلقاها صغيره، يعني لا صباط لا حوايج. المهم هنا كيف ما كتشوفوا درت شويه ديال الرز كيتسلق، يعني درت معاه شويه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال المليحه، شويه ديال الثوم بودره، وشويه ديال البزار، وخليته كيتسلق هكا كيبغيو ليا الوليدات. وهنا كيف ما كتشوفوا خديت ديك المطيشه قطعتها وديك الفلفله وديك الثومه وزدت عليها شويه د الربيع. غنزيد شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الهريسه، وشويه ديال زيت الزيتون، شويه سكينجبير، شويه تحميره. المهم الا عاودت شي حاجه غير ديروا ما سمعتوهاش. المهم كلشي هو هذاك، يعني راه كلشي عارفه اش يدير. وهنايا خديت واحد جوج الحوتات هما اللي كانوا درت فيهم شويه الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الحامض وشويه ديال الثوم بودره، وغناخذ ندير لهم شويه الفريت ودرت لهم واحد الشليضه. وتبارك الله، يعني الخير هذا اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. الحمد لله على كل حال. يعني ملي كنلقاو دابا ملي نطيبو وما نشربو هادي، راه الحمد لله. هاد الوقت شويه صعابت بزاف. انا درت لهم واحد شويه العصير الليمون، درت لهم شويه ديال الباربه مع مطيشه وشويه الفلفله شويه البصله يا ودي، وداك الحوت طيبته لهم في الاير فراير وحطيت لهم يعني ياكلوا. وتبارك الرحمن. زدت لهم شويه ديال الفريت راه طيبته لهم، يعني هما تيسربيو ما خلاونيش باش نصور، قلت لهم نتسابق معاهم. المهم عرفتي هذا الروز هذا كي كيجي واعر، ما كنصايب ليه واحد لاصوص، يعني راه شفتوها حاطه في دوك الطبيصله الصغار، كنصايب ليه ديك لاصوص كيجي واعر، وبالاخص الا درت ليه شويه ديال الشامبينيون شويه ديال الدجاج او لا لادان وكنحطهم معاه، كيجي فن ما تشبعوش منه، كيحماقوا عليه وليداتي. ولكن دابا انا حاولت انني نحط لهم داكشي خفيف ظريف لان بغيت نخرج مور الغدا. ايوا المهم كيف ما كتشوفوا تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر.
ايوا هنا كيف ما كتشوفوا انا خرجت كنجري. المهم مشيت لواحد المحل هنايا في مكناس، يعني محل غزال حدا مبروكه، يعني في الشارع تما كاينه عنده حويجات واعرين واعرين، غير داكشي ديال برا شي حاجه اللي غزاله، يعني واخا تحطي فيها فلوسك ما يبقاش فيك الحال. المهم خديت لهم شي حاجه من عنده ومشيت. المهم غير صورت لكم هنايا باش تشوفوا معايا شي حويجات كي دايرين فنين، عنده داكشي ديال البنيوتات وديال الولاد، يعني شي حاجه غزاله فنه فنه. كندير السولد وحاولت انني ناخذ لكم غير شي مقتطفات غير باش تشوفوا كي داير المحل. انا الشكاير عنده كلشي اي حاجه حليتي لها فمك تلقيها عنده، يعني ديال لي بيبي، ديال الوليدات الصغار، يعني ديال الدراري الكبار، الشكاير، اي حاجه. من بعد مشيت اتقداو، خديت شي حاجات، تقديت شي حاجه قليله غير على حساب وليداتي، داكشي نديباني ليهم واحد السيمانه، حيت انا اصلا ما بقى عندي والو، لا التقديه لا حتى شي حاجه. دوزت واحد المرضى ما شكيتش عليكم ولله الحمد، يعني ما كان عندي حتى شي حاجه في الدار، يعني كنت كنديباني غير هكا ومشيت خديت لهم غير هادشي. المهم هادشي قليل، ايوا غير باش يدوزو واحد السيمانه ولا هكاك. المهم ما نخليهمش هكاك، راك عرفتي جوج وليدات راه ماشي سهل الحال. المهم خديت غير واحد شويه ديال الكفته، شويه ديال سميتو ديال لادانت، شويه ديال الدجاج، واحد الدجاجه. المهم خديت المهم هانتوما كيف ما كتشوفوا لادانت، خديت كنور. المهم خديت انا، خديت غير واحد ديال الدجاج اللي خديت، الاخر خدات اختي. خديت ليهم الفريت، خديت لهم الكفته، الصوصيط. المهم ما تديوش على داك الكاس عندي فيه الدواء. لا جيت انا ما شكيتش عليكم، الشقيقه شدتني في الراس، خصني نشرب بعد الدواء عاد عاد نشوف اش غندير. المهم هادشي اللي خديت لهم ماشي شي حاجه بزاف، المهم باش ما نخليهمش وصافي. الله يرزقنا من عنده، الوقت صعاب شويه. المهم هنا غنشارك معكم الحويجات اللي خديت ليهم. المهم تقريبا خديت ليهم جوج من الحاجه، يعني جوج صبابط وداكشي. اما الحوايج الفوق ما خديتش ليهم بزاف، واخا هكاك ماشي شي حاجه. المهم هاد القريعات خديتهم ليهم على حساب الماء، يعني قريعات فنين. القرعه اللي خديت ليهم كتهرس ما عرفتش علاش. المهم حاولت ناخذ هاد الشكل هذا، خديت لهم بحال بحال. وعندي وليدات واحد تبارك الله عنده 11 عام، واحد يلا غيكمل 4 سنين وكيتعاندوا ليا. خديت لولدي هاد الشورت هذا الكبير، يعني لقيتهم سولد ديال برا، شي كي دايرين فنين فنين، شي حاجه نيت اللي متقونه في الخدمه. هانتوما كيف ما كتشوفوا، يعني حتى الصدايف ديالو، يعني حاطين لك الا طارت لك وحده حاطين لك يعني السكر. المهم تبعوا معايا وشوفوا معايا بعينيكم باش تشوفوا بلي زعما يعني ما خديتش. المهم هادو خديت لهم باكيه ديال القشرات الواحد، خديتهم لهم ب10 دراهم، فيهم 3 ديال سميتو 3 ديال القشرات، يعني فيهم الكحل والكري والبيض. المهم غير يديباني وصافي، غير ما يبقاوش هكاك. خديت لولدي لانجيت، المهم هدا يمكن 11 درهم. خديت ليه هاد البيسه من داك المحل، خديتها ليه 120 درهم. فنه واحد الثوب كي داير غزال غزال غزال، الثوب ديالها يعني كتبان ما يعني ما تستاهلش 120 درهم. يعني كون مشيتي لشي محل اخر غتاخديها بكثر. وخديت ليه هاد السبادريره من عندهم، واش هذا لولدي الكبير. المهم شو كي دايره فنه حتى هي، مريحه في اللبسه. كنت بغيت ناخذ حتى لولدي الصغير بحالها، ولكن ما كايناش التقاده ديالو، كاينه من 28 باديه من 28، وولدي الصغير كيلبس 26. يعني ما لقيت ليش هو كاع 28 بداكشي اللي بغيت، ما لقيت ليش ودي 26. وخديت ليه وحده هو فيها 27 ولكن ماشي في هذا الشكل هذا، ولكن حتى هي زوينه، يعني مريحين بعدا رطبين. ما تخافيش منهم، يعني شوفي غير السداده ديالهم. خديت ليه هاد الشكيره هادي باش يفرح وينشاط راك عارفين الوليدات خاصهم تبارك الله. المهم اما ولدي الكبير عنده شكاره، عنده شحال هادي، ما عندوش من العام اللي فات. وخديت ليه هاد السبرديل هادي، واخا كبيره عليه شويه ولكن تكبر ليه فيه الرجل. والله كان خدا ليه عمو واحد السبرديله تقريبا، والله لا شي عامين هادي ولا كتار من عامين. والله الا فنه، وبقات يلبسها حتى لدابا، صافي حتى تزيرات عليه.
هاد السنيديقه يا لاله خديتها لراجلي باش يبقى يجمع فيها شويه. هادو خديتهم من مرجان، لقيتهم بروموسيون وخديتهم ليهم من مرجان. خديتها لولدي الكبير. المهم كيف ما شفتو، المهم خديتها يمكن ب80، والله ما عقلت واش 80 ولا 60 درهم، والله ما عقلت البنات. 70 درهم يمكن. وهادي خديتها لولدي. المهم كيت ما سيرفيت فيها 3 بياس، خديتها لولدي الصغير. زوينه حتى هي مرطبه. المهم هادو خديتهم في مرجان. كنقلب على البلاصه اللي فيها شويه الرخاء وفيها شويه البروموسيون، راه صعيبين يعني الكتوب وهذا. حتى هادي خديتها لولدي من مرجان، خديتها ليه يمكن شي 100 درهم. يا ربي نكون كنعقل. الاثمنه عندي معاهم شي حاجه ما كنعقلش. هادي يمكن خديتها ب100 درهم لولدي حتى هي مرجان، يمكن 100 درهم يمكن، والله ما كنعقل. عندي ما عرفتش، عندي زهايمر في هاد الاثمنه. خصني نبقى نكتب ورقه قدامي ولا نبقى نخلي لي تيكي. كون غير قلبت على التيكيات ديالهم راه نعرف الاثمنه. المهم خديتش ليهم بزاف. المهم وهادو كيف ما كتشوفوا هاد الحويجات هادو خديتهم لهم من البال، يعني حويجات نقيين فنين. هادي خديتها لولدي دايره بحال الجين، هي راه قطن يعني مقطنه وزوينه باقا جديده. خديتها لولدي الصغير هادي ب20 درهم. وهادو ديال البال هادو خلاص خديت ليه 3 ب60 درهم. 3 ب60 درهم، خلاو منا 3 ب50 درهم، وخلاو ليا 3 لولدي الاخر الكبير ب50 درهم. عرفتي شتي على قبيات كي دايرين، والله تسحلفي عليهم جداد. اقسم بالله صبنتهم رديتهم كيشعلوا وطويتهم لهم على ما يبرد شويه الحال، لحقاش انا كيحتاجوا القب. ما كيبغيوش ليا بزاف دوك الجواكط، كيبغيو الجيليات بزاف. كيقول لك الجاكيطه كتخنقو، والجاكيطه كيسخن كيلوحها. نضطر انني خاصو جيلي باش والقب وهذا حسن ليهم من الجواكط. المهم هادي شوفوا اللي خديت لولدي الكبير، حلفي عليها باقا جديده. هادي بحال خديتها جديده، ما فيها حتى شي ديفو. والله ما فيها شي ديفو. هادي ب20 درهم. شوفوا واش ماشي شي يعني غير قلت انني ناخذ لهم بياسه هكا جديده وناخذ لهم داك. هاد الشورت خديتو ليه فن، خديتو ليه غير ب10 دراهم. وهاد القبيه حتى هي خديتها ليه ب20 درهم. شتو كي دايرين فنين والله العظيم. يعني تضربي لهم واحد الصبينه وتحطيهم في الشمس، تقلبيهم وتحطيهم في الشمس بحال خديتيهم جداد. ماشي ضروري اننا ناخدو جديد عاد نخرجو ولا. المهم هاد الوقت هادي صعيبه. ونا مشينا خدينا الكتوب حبيبتي. الكتوب عرفتي اقسم بالله كيسحاب لينا حنا غير شي 1000 درهم ولا عرفتي، والله الا 2000 درهم. 2000 درهم غير كتوبه وتفاصيل. لا اله الا الله، الله اله الا الله. اقسم بالله الا صعيب الحال. يعني الناس زعما راه الله يكون لهم في العون، الوالدين والاباء. عرفتي هاد الاباء راه تهلكوني اقسم بالله. وما عرفتش والله ما عرفت نقول غير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما عندي ما نقول. جوج وليدات راه صعاب الحال، وما عرفتي اش غنقول. عندهم 3 4 5 6 الوليدات. راه الله يكون في العون وصافي. يعني راه تنهز الرايه وكنقول برافو للناس اللي عندهم 3 4 5 وقادين انهم يعيشوهم وياكلوهم ويشربوهم ويكسيوهم من الكسوب من كل شيء. راه صعيب اقسم بالله. انا اي حاجه بغيت نديرها كنبقى نخمم، اي حاجه بغيت نديرها كنبقى نخمم. الحمد لله على كل حال. البنات كنتمنى لكم انكم تدعمونا ديروا لنا واحد اللايك واحد الاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا. وما تنسوش قناتكم اللي هي عالم فاطمه للتنظيم والوصفات. وهنا نكون خليتكم على خير، ونقول لكم حتى الفيديو الماجي ان شاء الله. ما غاديش نبقى نغبر عليكم. كنتمنى الله يشافينا ويشافي جميع المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.